السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كده عايزة أقول لكم إن أنا كنت راجعة من الشغل مرهقة جدا وتعبانة، لقيت منظر الشقة بسم الله ما شاء الله، مكان فطار بقى ومكان غدا ومكان أي حد كان بياكل. التليفون هنا كان هيقع بس الحمد لله ربنا ستر. قلت ألم بقى كده في السريع. انا كده كده يعني ما بيقعدوا ياكلوا ولا اي حاجه بيشيلوا، بس احنا عشان فطرنا على السريع وكل واحد رايح يشوف شغله فيهم وكده، فخلاص بقى قلت امسك بقى الشقه كده ايه، ترويقه حلوه الصلاه على الاقل، لان هي مدخل الشقه. انا شقتي صغيره ومتصوره قبل كده كذا مره في الفيديوهات القديمه من اول القناه ما اتعملت، روتينات وتزيين وزينه رمضان وللعيد، حاجات كتيره بصراحه كانت معموله عليها. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كنت بقى من كتر فلوس اليوتيوب ما كنتش عارفه اعمل ايه ولا ايه، كنت شويه بزينها لرمضان وشويه بزينها للعيد. بس الحمد لله على كل حال. انا طبعا لسه ما خدتش من القناه خالص ولا جنيه، وان شاء الله يعني الصبر مفتاح الفرج زي ما بيقولوا. فانا مسكت الشقه كده كلها، عشان انا لما دخلت المطبخ انا اتصدمت. مطبخ فيه كميه مواعين بتتكاثر، مش بتخلص، يعني انا بحس ان المواعين بتتكاثر. قلت اروق الاول الصاله كده بتاعه البيت، وبعد كده ايه بتاع الشقه نفسها، وبعد كده ابدا اخش على المطبخ يبقى برواقه، ابقى اخدت الاول طاقه كده عشان أنا ببقى جايه مرهقه جدا. فقلت اخد طاقه، يعني ده روتين على هدة حيل على حاجات كتيره، بس هو في الاول وفي الاخر روتين بسيط خالص خالص خالص. والفيديو مش هيطول عليكم، واكل صيفي بسيط نواشف ما فيهاش اي حاجه خالص. كنست بقى كده مكان ما شلت السجاده. انا بمسح بميه وملح، بمسح بميه وملح على طول، لا مش دايما ومش على طول، بس من وقت للتاني بحاول امسح بميه وملح وكده. لكن ممكن مثلا بعد كده بديتول باي معطر تاني، مفيش اي مشكله خالص. قلت امسح كده بسرعه الصلاه في السريع. انا طول الصيف ما بحطش اي حاجه في الشقه خالص فرش غير حاجه خفيفه. بحط في الصاله سجاده كده صغيره، وان كانت مشايه قدامها كده وخلاص، يعني مش بحب احط حاجه، الجو بيبقى حر جدا جدا ومش مستحملين. كمان ده ما بيبقاش نظام الصاله خالص طول فتره الشتاء، بتبقى حاجه تانية خالص وستاير تانية خالص. ستاير بقى شتوي من الحيطه للحيطه او من الجنب للجنب، بيبقى رائع بدنيا تانية خالص. بس في الصيف مش عايز كده، الدنيا بتبقى حر قوي، وبعدين عدى علينا موجة حر جدا جدا. قلت استغل الوقت، كنت متبله فراخ احطها في الفرن لحد ما اخلص فرش بره تكون هي خدت وش كده، واقلبها والكلام ده كله. الديب فريزر ده برضو ما بيبقاش موجود عندي في الصالة اصلا، بس انا بطلعه في فترة الصيف، لان عندي الصالة بره بتبقى هي اطرى حاجة، يعني درجة الهواء فيها بتبقى حلوة قوي عن الاوض، لان الشقة كلها على بعضيها صغيرة قوي. بفرش السجادة دي بس كده طول فترة الصيف، وجنبيها حتة مشاية كده او قدامها كده مشاية كده صغيرة بس عشان رجليهم مش اكتر، اللي هو نقعد عليها قاعدين بناكل قاعدين بنشرب عندنا حد. بمسك بقى الشرشوبة دي معمولة من القطيفة، بغسلها غسلة كويسة بعد ما بمسح المكان، وبحط لها اي معطر عليها، وبمشيها كده على السجادة وعلى المشاية، بتدي ريحة حلوة. وكمان لو في مثلا مكان ردة بتاعت عيش، اي حاجة اي شوائب مش باينة وما طلعتش منها كويس مع الكنس والتنفيض، لا بتطلع في الشرشوبة دي. الشرشوبة القطيفة دي على فكرة حلوة قوي قوي عن التانية اللي هي كأنها زي الفتل دي او زي الخيط. تمام. عملت بقى الصاله دي صالتي المتواضعه كده، المكان اللي بستقبل فيها الضيوف. طبعا في كميه سلوك كتير وحاجات عايزه تتغير. لما طلعت الديب فريزر قلت خلي كل حاجه زي ما هي مؤقتا لحد بس ما ادخله جوه تاني، الدنيا بس تضطر كده شويه، لان انا بخاف عليه بصراحه، الحاجه بقت غاليه والاجهزه الكهربائيه بقت غاليه، وربنا يكون في عون الناس كلها يا رب. وربنا يكون في عون اللي معاه بنوته كده بتتجهز وعلى وش جواز، في كميه الاجهزه الكهربائيه اللي هتجيبها. ان شاء الله كل حاجه بتيجي برزقها، وكل بنوته بتيجي برزقها. دخلت بقى كده على المطبخ، من صدمتي كان هيغمى عليا، انا عايزه اقول لكم ان انا يعني عماله كده دخت كده من البص فيه. قلت ابص على الفراخ بقى كده الاول بتاعتي واقلبها كده. انا بتبلها عادي، قلت مش هشوي على الفحم، انا عامله معاكم قبل كده كتير شوي على الفحم. وكمان عندي الشوايه بتاعت البوتاجاز نفسها اللي هي بتشيل فرخه كامله دي، ما فيش مشكله. بس انا قلت اغير بقى، بحطها على الشوايه نفسها بتاعت الفحم، وبحط تحتيها صينيه وفوقها التتبيله بتاعتها، وهي تنزل بقى الصوص بتاعها كله وتتشوي، بتبقى طريه كده وجوسي كده، ويعني وبتبقى جميله، بتبقى حلوه قوي. والتتبيله بتاعتها دي بتكون خدت زي تسبيكه بسيطه كده، او استوت برضو تحت الشوايه، فبتدي طعم حلو قوي.
بتبلها ازاي؟ بضرب مثلا بصلايه كبيره مع قطيتين 3 في الخلاط، مع توابل، مع نص قرن فلفل حامي، مع قرن فلفل رومي. حطي بقى التوابل اللي عندك اللي انت بتحبي ان انت تضيفيها، مفيش اي مشكله خالص. مكعب مرقه دجاج، وممكن كمان متاح علبه زبادي اللي عايز، بيخلي الفراخ نفسها بتكون طريه. اوقات بحط معلقه عسل ابيض، بيخلي برضو الفراخ طريه وجميله. تتغطى بعد الشوي على طول عشان لو في حاجه فاضت منها تبقى طريه وتبقى حلوه، ما تبقاش ناشفه وتضايقني انا في الاكل، يعني تضايق اي حد عامه في الاكل. قلت بقى اخلص من المواعين الاول، لان كده كده انا مش هعمل اي حاجه مع الفراخ المشويه دي غير طبق رز ابيض وطبق سلطه، لا اكتر ولا اقل. اكل صيفي خفيف ما يحماش على معدتنا وكده ولا يضايقنا. يعني انا ما برجحش الخضار كتير او الطبيخ كتير عامه. الخضار طبعا مفيد وكل حاجه، لكن لما نحب نعمله ممكن نعمله اللي هو يعني سوتيه، او ما نسبكلوش بمعنى الاصح. نحط كل حاجه منها فيها كده مع بعضيها تستوي مع بعضيها. طبعا انا عشان كنت مستعجله مش مستنيه لما الفرن يخلص شوي، فهتلاقوا البوتاجاز دلوقتي مطلع دخانه فظيعه. بص الدخانه عامله ازاي. بس انا قلت عايزه اخلص. انا اوقات والله العظيم حتى وانا بصبن وانا قصدي بقى يعني بطبخ او بعمل الاكل، بصبن البوتاجاز نفسه. ما بستحملش ان انا اشوف عين كده، لان بحس ان المطبخ لما بيبقى رايق كل الشقه بتبقى رايقه. ان شاء الله قريب كده قبل دخول المدارس بحبه كده صغننين هنعمل روتين جامد كده للمطبخ، ونركب ستاره الحوض. اللي عايز يرجع الفيديوهات القديمه هيشوف انا كنت بعمل ايه في البوتاجاز، وازاي محافظه عليه بقالي اكتر من 10 سنين كانه لسه جديد. وازاي بخال يعني الستاره اللي انا كنت عاملاها تحت الحوض هتعجبكم قوي. فطبعا الفراخ كده كانت خلاص بقى، اللي هي يا دوب تقريبا كنت طفيت عليها كمان. رحت عامله طبق حوالي نص كيلو بالظبط رز، علشان ما يفتش، لان الحاجه لما بتفيض بتنشف ما بيبقاش ليها طعم. وفي نفس الوقت بنعمل على القد عشان الحاجه ما تترميش، حرام. يعني بعد ما كان كيلو الرز بحوالي 4 جنيه كنا بنجيبه وبنعمل، لا دلوقتي معدي ال20 جنيه. وادي الاكل بتاعي البسيط، سلطه وفراخ مشويه ورز. اوعوا تنسوني في اللايك والشير والصلاه على النبي، ودعوه حلوه من القلب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.